السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللي بيشوفني اول مرة، انا شيماء. النهاردة هنعمل مع بعض زي ما انتم شايفين تشيكن ناجتس او ناجتس الفراخ. وصفة لذيذة جدا جدا وكمان اقتصادية وموفرة. شايفين راس مقرمشة من بره وطرية جدا من جوه، حقيقي حلوة جدا جدا. وصفة بجد لذيذة وهتعجبكم جدا. طبعا كلنا بنحب الناجتس وخصوصا الاطفال. وصفة النهاردة اقتصادية جدا وموفرة. الكمية دي كلها من نص كيلو صدور دجاج. حقيقي موفرة جدا واقتصادية. هنعملها مع بعض بطريقة سهلة وبسيطة جدا جدا، ان شاء الله هتعجبكم. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة علشان توصلكم كل وصفاتنا. نبدأ مع بعض الفيديو. زي ما احنا شايفين دي المكونات اللي هنستخدمها. طبعا معايا هنا نص كيلو صدور فراخ، معايا ربع كيلو فراخ بطاطس مسلوقه ومهروسه، معايا زي ما انتم شايفين توم باودر، بصل باودر، بابريكا، معايا كمان 7 بهارات وملح وسكر وعندي كمان بقسماط، نص كوبايه بقسماط. كمان معايا معلقه صغيره معلقه صغيره بيكنج باودر. هنبدا مع بعض. اول خطوه طبعا هجيب محضره الطعام او الكبه اللي عندي، وهبدا انزل فيها بكل كميه الفراخ اللي موجوده معايا. هضيف طبعا هبدأ اخلط الفراخ كويس قوي. هضربها الاول لوحدها ضربة كويس قوي لحد ما تنعم معايا زي ما انتم شايفين. بعد كده هبدأ اضيف البهارات، الثوم البودر والبصل البودر والبابريكا، وطبعا الملح والفلفل والسكر والبيكنج باودر، وهخلطهم كويس زي ما انتم شايفين. هنرجع تاني. هضيف باقي المكونات اللي موجوده معايا. هضيف طبعا البطاطس مهروسه، هرستها طبعا زي ما انتم شايفين. كمان هضيف البقسماط، نص كوبايه بقسماط، وهرجع اخلط المكونات كلها مع بعضها ناعم جدا. كده تمام، انا خلطتها كويس قوي زي ما انتم شايفين، بقت ناعمه جدا زي ما انتم شايفين بالشكل ده. دلوقتي انا هفضيها في اي بول عندي، وهبدا اغطيها. وطبعا هندخلها في التلاجة لمدة ساعة قبل ما نبدأ نشكلها. مهم جدا ان احنا نحطها في التلاجة عشان تبقى متماسكة معانا واحنا بنشكلها. بعد كده هبدأ اعمل التغطية اللي انا هستخدمها. طبعا هجهز هنا بيضتين زي ما انتم شايفين، هضيف عليهم معلقة كبيرة زبادي، هضيف ملح وفلفل، وهبدأ اخلط المكونات كلها مع بعضها واخفقها كويس قوي لحد ما القوام بتاعها يبقى ناعم جدا، ميبقاش فيه اي كتل من البيض ولا زبادي. شايفين بقت ناعمة وكريمية خالص ازاي. بعد كده هجيب طبق تاني وجهز فيه حوالي 3 معالق كبار دقيق، وهضيف عليهم معلقتين نشا، وهضيف طبعا ملح وفلفل، وهضيف عليهم كمان معلقة كركم، وهبدأ اقلب المكونات مع بعضها كلها. كده تتبيلة الدقيق، وطبعا معلقة صغيرة بيكنج باودر، وعندي هنا البقسماط طبعا جاهزة. خلاص كده انا حطيت الفراخ طبعا لمدة ساعة زي ما اتفقنا في التلاجة. هطلعها. شايفين اجيب زيت زي ما انتم شايفين وابدأ اشكلها بيه عشان طبعا بتمسك في الايد، وهبدأ انزل بيها في الدقيق، وبعد كده في السائل بتاع التغطية اللي هو البيض والزبادي، واخيرا هحطها في البقسماط. وطبعا هضغط عليها كويس قوي في البقسماط بحيث ان هي تعمل طبقة كويسة قوي من البقسماط. شايفين انا بعملها اقراص زي ما انتم شايفين، ممكن نشكلها باي شكل احنا حابينه. هضغط عليها. شايفين هشكل واحدة تانية وهنزلها في الدقيق وكمان في سائل التغطية البيض والزبادي، وبعد كده في البقسماط زي ما احنا شايفين. وهنكمل بنفس الطريقة. شايفين عاملاها اقراص. احنا ممكن نعملها اي اشكال احنا حابينها. لو مش عاجبنا الاقراص نعملها باي طريقه احنا حابينها. ممكن نفردها بين ورقتين زبده وبعد كده نقطعها بالقطاعه بتاعه الكوكيز، بتبقى حلوه جدا، اشكال مختلفه جدا للاطفال.
حقيقة حلوة جدا جدا، هتعجبكم. احسن من ناكلها في المطاعم. حقيقة حلوة جدا وكمان اقتصادية وموفرة. وهنعمل بنفس الطريقة. هغطيها كويس قوي طبعا واضغط عليها في البقسماط. شايفين بتاخد طبقة، بتعمل طبقة من البقسماط. ده مهم جدا عشان تتحمر معانا وتبقى مقرمشة من بره، وكمان علشان ما تفصلش الطبقة الخارجية، ما تفصلش منها. وهخلص بنفس الطريقة لحد ما اخلص كل الكمية اللي موجودة معايا. ودي الكمية اللي طلعت من عندي. شايفين القرص متماسكة جدا. دلوقتي هدخلها الفريزر طبعا قبل ما اقليها لمدة نص ساعة، بعدين هطلعها من الفريزر. زي ما انتم شايفين بقت قرص متماسكة جدا. دلوقتي عندي زيت غزير هحطه على البوتاجاز. اول ما يسخن معايا هبدأ انزل بكل هنزل بالناجتس بتاعتي بالقراص زي ما انتم شايفين. هوسع كده عشان لو ينفع تاخد واحدة تانية، وهفضل اقلب زي ما انتم شايفين. هنستمر في التقليب. طبعا هخلي النار متوسطة، ما تبقاش هادية قوي ولا عالية قوي علشان ما تحرقهاش معايا، تاخد لون وتستوي في نفس الوقت. وهستمر في التقليب زي ما احنا شايفين. طبعا مهم جدا ان الزيت يكون غزير علشان البقسماط علشان تاخد لون حلو جدا معانا. شايفين اللون جميل جدا. انا هطلعها واحطها على مصفى علشان ما تشربش زيت، تصفي اي زيت موجود فيها، وكمان تخليها تحافظ عليها مقرمشه ما تطراش معانا. وهستمر في تقليبها زي ما اتفقنا. مهم جدا ان احنا نقلبها كل شويه عشان تاخد لون من كل جهات زي بعضها، يبقى لونها موحد. شايفين اخدت لون. دلوقتي هبدأ اطلعها، وزي ما اتفقنا بحطها على مصفى علشان ما تشربش زيت، وكمان تحافظ على انها تبقى مقرمشه. وهكمل تحمير كل الكميه الموجوده معايا بنفس الطريقه. سهله وبسيطه جدا ومش بتاخد وقت. طبعا احنا بنحمرها كده قبل الاكل على طول، قبل التقديم، عشان تبقى سخنه، لانه مهم جدا انها تتاكل سخنه. بتبقى حلوه جدا، كمان بتبقى حلوه قوي في السندوتشات للاطفال. حقيقي حلوه جدا جدا واكله مميزه جدا. وصفه لذيذه بجد، وحقيقي احلى من اللي بناكلها في المطاعم. شايفين اخدت لون جميل ازاي. هستمر في تقليبها كده طول الوقت عشان لونها يبقى موحد زي ما احنا شايفين. ودي الكمية اللي انا عملتها زي ما انتم شايفين. حقيقي وصفة لذيذة جدا جدا. والكمية دي زي ما قلنا عملتها من نص كيلو صدور فراخ. كمية كبيرة وكويسة جدا. حقيقي وصفة اقتصادية وجميلة جدا جدا. يا رب تعجبكم. ودي كانت وصفتنا النهاردة. جربوها، يا رب تعجبكم. ومستنية تعليقاتكم، وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة علشان توصلكم كل وصفاتنا. ونشوفكم الفيديو الجاي.